اليوم راح نطبخ شيء لذيذ ونستخدمه شبه يومي، حسب يعني في الويكند أو في الفطور حسب. فحطيت فول نوعين، الأسود والأبيض، ونقعتها طبعا قبلها كذا بنص يوم أفضل أو يوم. خلاص راح أضيف عليها الموية، ما راح أغطي القدر، لا، تطلع منها الزفرة اللي تسبب الغازات. نشوف الحين راح نصفي كل شيء قبل ما نطبخها. طبق البيضة لازم نشيلها، وهذه الزفرة اللي تسبب الغازات فنشيلها كلها. طبقات الزفرة لازم تشيلونها قبل ما تسكرون قدر الضغط أو القدر العادي. يفضل قدر الضغط ياخذ ساعة فقط، القدر العادي. أضيف عليها التمر، خلاص سكر قدر الضغط، يعطي حلاوة التمر. أهم شي لا تكثروا مرة عشان ما يسود أكثر. أنا عندي فول مدمس والفول المجروش الأبيض. بعد ما مر عليه ساعة خلاص راح أسكر عليه وأطحنه. اللي يحب حب عادي. طبعا راح أضيف كمية بسيطة بس بتكون، وعند التقديم لا بزيده اللي هو الكمون، لا لأنه بفرزنه وبضيف شيء بسيط. يعني هذه كمية كيس الفول المجروش. الحين عشان يبرد أسرع، بعدها أطحنه إن شاء الله. الحين عندي الفول بعد ما طحنته، اللي يفضل حب أو مجروش أو مثل كذا يصير الفول. طبعا أولع عليه شوي يثقل معي وبخره طبعا. نحط عليه الزيت، بسم الله، وسكر عليه. أضيف الحين السمن، السمن نباتي طبعا، اللي يحب بري يحط، وسكر عليه.